يا استر يا استر. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا استر، انت صاحيه من امتى؟ من 5 الصبح. يا سلام على النشاط. لما كنت زيك كده وفي سنك كنت بصحى بدري برضه، بس من ساعه ما امك ماتت الله يرحمها وانا بقيت بصحى متاخر. اشمعنى يعني؟ اصل امك وهي نايمه كانت بتاخد السير كله، فما كنتش بعرف انام، كنت بصحى احسن. الله يرحمها، كان نفسي اشوفها. الله يرحمها، ماتت وهي بتولدك وزي ما تكون كانت حاسه. يلا، اخبار شملول ايه؟ تمام، فطر من بدري. خلي بالك منه، ده كان تعبان قوي امبارح، انت عارفه ده غالي عندي قد ايه. في عينيا، بس عايزين نجيب له برسيم عشان قرب يخلص. انا هنزل اجيب له بسرعه من السوق واجي. الشملول ده اصيل، يا ما شالني فوق ظهره ولسه بيشيل. طبعا، ما انا عارفه غلاوته عندك قد ايه. طبعا، ده الحمار الوحيد اللي هنا. عندنا في المزود بقى وخرفان ومعيز كتير، وحمار واحد. طيب، عاوز حاجه مني تاني؟ ليه، انت رايحه فين؟ رايحه اقرا شويه. عم زكريا امبارح كان اداني لفافه من التوراه عشان اقراها. يا بختك، تعرفي تقري، تفهمي اللي بتقريه كمان. مش انا ساعات بحس ان انا والشملول واحد. فموضوع القرايه ده بس بنات اخر الزمن. يلا يلا روحي يا اختي، ولا اقول لك خليك انت، انا هنزل بسرعه اجيب برسيم من الشملول واجي. طيب بس ما تتاخرش. وبقول لك ايه، عمك سمعان كان قايل اني هيبعت رعاة عشان يشتروا شويه غنم، لو جم خليهم يستنوني. ما تعمليش بقى انت فيها المعلمه بقى وتتفقي وبعد كده نقعد نعيط. يوه، انت مش هتنسى ابدا. انسى راجل عاوز يشتري خروف، تديله الخروف ومعاه 6 خرفان هديه، ولما اقول لك ليه تقول يا اخوهم الصغير وحامي يقعدوا من غيره. يا خلاص حقك عليا. المره اللي جايه بقى لو حب يشتري بقى بقينا انا وانت معاه هديه. يلا سلام. سلام. وابقى البس حاجه تقيله وانت خارج عشان الجو برد قوي. ولكن يعطيكم السيد نفسه آية. هال عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل. عذراء تحبل وتلد، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. بابا حسدني ولا فاهمة أي حاجة. لو سمحت. أيوة. انت صاحبة المكان ده؟ يعني مش بالظبط. أقدر أساعدك في حاجة؟ الحقيقة اتمنى ان انت تقدري تساعديني. أنت تعبان شكلك، جاي من سفر، تحب تاكل أو تشرب؟ لا لا لا، انا ومراتي فعلا جايين من سفر، ومراتي على وشك انها تولد. كنا جايين عشان ننفذ اوامر القيصر ونسجل اسمنا في الكشوف، وهي دلوقتي تعبانة قوي، مش هينفع ترجع معايا بالشكل ده. فلو ينفع نبات عندكم اليومين دول. أيوة بس ده مش فندق، ده مزود وبنرعى فيه غنم. ايوه ما انا عارف، بس اصل الفنادق كلها اللي في البلد مشغولة بسبب التسجيل ده. الحقيقة مش عارفة اقول لك ايه، بس طب ممكن تستنى لغاية لما بابا يجي وهو يقرر. طب طيب ممكن ادخلها وهي عشان هي تعبانة؟ طبعا، خليها تتفضل. يا رب استر وبابا ما يعملش منها مشكلة. بس حرام، دي ست تعبانة. ولا بلاش حرام دي لحسن بيتضايق منها. اهلا انت نورتينا. احنا اسفين قوي، بس الظروف هي اللي جابتنا لحد هنا. انتم منين؟ احنا من الجليل، من مدينة الناصرة. عارفاه. على العموم انتوا فوق راسنا. طيب انا اروح اشتري شوية حاجات من السوق وهرجع تاني على طول بعد اذنك. اتفضل وما تقلقش عليه. اوعي نكون مسببين لك اي مشكلة. لا ابدا، انا بس خايفة عليكي، انت شكلك خلاص يعني. لا، انا هبقى كويسة قوي كمان. ده احنا في ايد ربنا. بصي بقى، بصراحة اصل انا بخاف قوي من موضوع الولادة ده.
يمكن يعني عشان ماما ماتت وهي بتولدني. يا حبيبتي معلش، اكيد ربنا بيعتني بيكي اكتر من اي حد، وقادر انه يعوضك عن كل اللي بتحتاجيه. اكيد، بس ساعات كتير كنت بحاول اتخيل شكلها واحس بيها. اكيد برضو لما انا كنت في بطنها كانت بتحاول تتخيل شكلي وتحس بيا، بس ما لحقتش تشوف اللي تخيلته او تعيش اللي حلمت بيه. انا اسفه، اكيد مش وقت الكلام اللي انا بقوله ده. لا يا حبيبتي، طلعي كل اللي جواكي. طب قولي لي انت بقى، شايفه الولد اللي جاي ده، المولود اللي جاي ده هيكون شكله ازاي؟ او في الاول نفسك في ولد ولا بنت؟ في ولد. نفسك في ولد؟ لا، انا هجيب ولد. طب وعرفتي ازاي؟ انا عارفه ومتاكده كمان. ايوه، بس مفيش اي حد يقدر يعرف ده. ياه، دي حكايه طويله، هبقى احكيها لك بعدين. طيب، وشايفه الولد ده هيكون شكله ازاي؟ يسوع هيكون عجيب، مثير، عظيم، ملك. انا ابني هيكون ملك. يسوع؟ انت كمان سميتيه، بس تصدقي حلو قوي اسم يسوع ده. يسوع لانه هيخلص شعبه. ملك عظيم يخلص شعبه، بس مش شايفه ان البدايه مش مبشره بالكلام ده؟ قصدك ايه يعني؟ يعني بص حواليكي وانت تفهمي. قصدك يعني عشان المزور. طب هو يعني حد يصدق ان في بنت اموره زيك كده تعيش بين الغنم؟ شكرا، ده حتى في شملول جوه اهم مني. مين شملول؟ اخو الحمار اللي جابكم لغايه هنا. اتأخرت عليكي؟ لا ابدا، دي حتى انت اسمك ايه؟ استر، وابويا اسمه ميخا. احنا متشكرين جدا يا استر. لا على ايه، انا بس انتوا ممكن دلوقتي تتفضلوا تدخلوا تستريحوا جوه، وبابا لما يجي هخليك تشوف. ماشي. ربنا يحفظك يا استر يا بنتي. الست دي كلامها غريب قوي، والغريب ان هو طالع من جواها، حاسه بيه ومصدقاه بشكل غريب. ربنا يستر لما بابا يجي. يس يا خبر ابيض، ايه ده؟ ده انت حتى ما جبتش حاجه. اجيب ايه بس؟ الحمد لله اني عرفت ارجع تاني. اصلا البلد بقى مقلوبه. ليه؟ خير؟ اصل القيصر امر ان كل واحد يسجل اسمه في البلد اللي اتولد فيها، فالناس بقى اشكال والوان رجعت عشان تسجل. ده انا شفت واحد عنده 120 سنه 120 سنه جاي يسجل. قلت له يا عم انت سجل اسمك في الوفيات مش هتفرق. معلش، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. حد جالك؟ ايوه. مين؟ يوسف ومريم. هم عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله، بس مريم تعبانه شويه. لا سلامتها الف سلامه. يوسف ومريم مين؟ اصل انت مش فاهم. فهميني. مريم حامل. لا يا شيخ. ويوسف كان جايبها وجاي عشان يسجله زي ما انت كنت بتقول. ما انا كنت بقول. مريم بقى هتولد النهارده، وعارف؟ لا وانا اعرف منين؟ اتفضلي قولي. هتجيب ولد وهتسميه يسوع. لا اللي جاب لك يخليلك. ده هيكون ملك وعظيم وعجيب. ده انا اللي هخلي ايامك هباب يا استيف. يا بابا انا بتلمس فندق، احنا مالنا احنا بالناس دي؟ يا بابا حرام. عارفه لو سمعتك بتقولي كلمه حرام دي تاني حرام عليك اللي بتعمليه فيا ده. يا بابا الست دي ست تعبانه، ممكن تولد في اي لحظه. وانا مالي؟ ولو جت تولد وما لقيتش مكان او حد يكون جنبها ممكن الطفل يموت. ما يموت او هي تموت. هي؟ وساعتها طفلها يتربى يتيم زي ما انا اتربيت. خلاص. وما يلاقيش حد يطبطب عليه. خلاص. او حضن يضمه. خلاص خليهم يقعدوا من الله. ربنا يستر. حبيبي يا بابا، انا راح اندهلك لك يوسف عشان تشوف. ماشي. يوسف مين؟ يوسف جوز مريم. مريم اللي حمل في يسوع. وان شاء الله هي عرفت منه ولا؟ ده ولد وهيكون عظيم. ايوه يعني عرفت ازاي؟ معرفش بس هي متاكده. طب يا اختي روحي اندهي يلا. ناقص انا كل ده؟ مش كفايه عليا مشاكل المزود؟ ما لقيوش غير هنا حد يولد في مزود؟ بس البت دي زنقتني وقطعت قلبي وفكرتني بامها. احنا متشكرين جدا عشان قبلت نقعد معاك الليله دي. انا ما قبلتش، قصدي اهلا وسهلا.
مسعود منور بيك يا اخي يوسف. شكرا. وانت بتشتغل ايه بقى؟ انا بشتغل نجار، انا ومريم عايشين في الناصره. نجار كويس خالص. ده في باب شملول يتعرف عليه شويه كسر. نصلحه مفيش مشكله. انتم ما عندكمش عيال مش كده؟ الحقيقه لا. انا ما عنديش غير استير. ربنا يخليها لك. الوقت بدأ يتأخر، انا هسيبك واروح اطمن على الغنم. طبعا اتفضل، انا بشكرك مره كمان. لا على ايه، ربنا يستر. يا رب انت وحدك اللي حاسس بيا وعارف اللي جوايا. انا اصغر من ان اتحمل المسؤوليه الكبيره دي، وكل اللي بيحصل ده عجيب وغريب على اي انسان يفهمه ويدركه، لكن انا واثق فيك ومصدق في كل كلمه انت قلتها لي. انا مش فارق معايا كلام الناس، لكن فارق معايا كلامك انت. يا رب انا واثق فيك، انا مصدق اني بطل من ابطال اعظم حدث، وعارف ان اعيش عمر اللي جاي كله وانا مصدق في اللحظه دي. كمل معايا يا رب للنهايه. عم يوسف الحق. ايه في ايه؟ مريم بتولد. طب انا اعمل ايه؟ اهدى ما تخافش، انا معاها. ايه في ايه اللي بيحصل؟ مريم بتولد، الحدث العظيم. حدث ايه يا عم؟ قول يا رب. يا رب. ولد، بنت، لا ولد بنت. ولا انت ايه رايك؟ مش كل جيب ربنا كويس يا سيدي، واد ايه وبنت ايه؟ انت مش فاهم حاجه يا عم. انا فاهم كل حاجه، انا كنت زيك كده بالظبط، بس بعد كده طلعوا قالوا لي ان استر جت وبخير. الحمد لله. ان امها ماتت. يا ساتر يا رب. ارجوك اسكت شويه. مبروك ولد، مريم جابت ولد. ليك المجد يا رب، ليك كل المجد. مبروك يا عم يوسف حبيبي. قولي لي، الواد بخير؟ ايوه وامه كمان بخير؟ ايوه، بس في حاجه غريبه بتحصل انا مش فاهماها. في ايه؟ كل الكلام اللي مريم كانت بتقوله حصل بالظبط. هي عرفت ازاي؟ يا بنتي هم تلاقيهم كان نفسهم في ولد، دي كل الحكايه. لا الموضوع اكبر من كده بكتير. وبعدين حتى من ساعه ما اتولد الطفل يسوع وهي شغاله بتسبح وبتقول كلام غريب. كلام زي ايه يعني؟ بتقول بتعظم نفس الرب، ربنا شاف اتضاع بنته، تفرح وتبتهج روحي بربي وإلهي، من دلوقتي ورايح كل الأجيال هتطوبني. عادي. لا مش عادي، في حاجة غريبة بتحصل وأنا هفضل وراهم لغاية لما أعرفها. براحتك. ليك المجد يا رب، ليك كل المجد. هو في حاجة غريبة بتحصل أنا عايزة أفهم، ممكن تفهمني؟ اقول لك ايه؟ اقول لك ان الله افتقد شعبه. اقول لك ان دلوقتي اتولد لينا مخلص، ملك الملوك ورب الارباب. ايه حيلك اللي انت بتقوله ده يا راجل؟ انت المولود ليسوع هو الملك المنتظر. انت شكلك اتجننت. اهدى بس يا بابا لغاية لما نعرف ايه الحكاية. انا مش هستنى اسمع حاجه. اتفضل مع مراتك يا اخي يوسف، هي اكيد تعبانه وعاوزاك جنبها. اتفضل لما تبقى كويسه. اتفضلوا مع السلامه، ده مش فندق. بابا ادخل انت جوه. وانت اتفضل مع مراتك يا اخي يوسف، هي اكيد محتاجاك. اتفضل. الملك الملوك قال. الراجل اتجنن. انا بقالي سنين طويله قوي مستني الملك اللي يجي ويخلصنا من الذل اللي احنا فيه ده. دول بيقولوا لي ان اتولد النهارده عندي انا. ناس عجيبه. هنا اصحاب المكان. مين؟ مساء الخير. مساء النور. احنا رعاة وكنا هتشوف. تعالى اهلا وسهلا. عمي سمعان قال لي انكم جايين. حقيقي؟ طب كويس خالص، ده احنا كنا شايلين هم دخلنا عليك. يا راجل اوعى تقول كده، ده مكانك. احنا كنا جايين نشوف هتشوف كل اللي عندنا متربي احسن تربيه. انت بقى عاوزه كبير ولا صغير؟ كبير ولا صغير؟ هو مش لسه مولود؟ لسه مولود؟ انت عاوز تشتري خروف لسه مولود؟ خروف ايه وده يعني؟ هتعمل بيه ايه؟ احنا جايين نشوف الطفل المولود. طفل؟ وانتم مش اللي بعتكم عم سمعان؟ سمعان مين؟ احنا كنا خلاص ناقص انا. يا استي اتفضلي خدي حضرته، مواعيد والناس جايه تعيد عندنا. خدي شوفيه.
هو في ايه؟ مش عارف. الحكاية كلها احنا كنا قاعدين بنرعى الغنم بتاعنا، وفجأة ظهر ملاك عظيم ونور عظيم ملا المكان، خفنا جدا. الملاك قال لنا ما تخافوش، افرحوا فرح عظيم. النهارده اتولد ليكم المخلص، اتولد ليكم المسيح الرب. وسمعنا ملائكة كتير قوي فرحانة وبتهتف المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسار. احنا تعبنا قوي لغاية ما وصلنا هنا. معقول يكون ده حقيقي؟ طب ازاي وهنا في المزود؟ انت كمان مش مصدقانا؟ لا انا مصدقاك. اتفضل ادخل شوف. بس يبقى اللي كنت حاسه بيه طلع حقيقي. الطفل المولود ده هو المسيح. بابا الطفل ده مش طفل عادي، انت لازم تصدق ده. اصدق ايه يا مجنونه انت؟ ده طفل، مجرد طفل. المزود بتاعنا حصل فيه حدث عظيم النهارده وانت مش عارف. كلميني كلام افهمه، بلا حدث بلا ما حدث. هي العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل، لأنه يولد لنا ولدا ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. ولا كأني سمعت حاجة، مش فاهم. النبوة اتحققت والطفل موجود هنا عندنا. انت شكلك اتجننتي. ايه ده؟ في ايه؟ النور الفظيع ده. انا هطلع اشوف فيه ايه. ايه ده؟ مين ده؟ تقريبا من كوكب تاني. اؤمر. انا ميخا ودي خدامتك استير. انا لو كنت عارف ان حضرتك اللي بقى انا ما كنتش طلعت. بس في نوع عظيم ظهر، ما انتوا شفتوه معايا، مش انتوا شفتوه؟ بس اللي بيحصل في مش معديه دي. النجم ده انت عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه ان الملك اللي احنا جايين له مولود هنا. شفت؟ ايوه الملك مولود هنا. صدقت يا بابا؟ صدقي بس حتى انتم برضه. حتى انا برضو. ايه ده؟ هيرودس نفسه بيدور عليه. هيرودس؟ هو الموضوع وصل لهيرودس؟ يا دي الليله مش معديه. احنا جايين عشان نسجد ونركع ونقدم هدايا للملك المولود. كفايه بقى. انا عشت عمري كله استنى المسيح، استنى الملك المخلص، وانتم جايين تقولوا لي انه اتولد النهارده عندي انا؟ ليه اصدق ده؟ صدق زي ما انا صدقت. انت عارف يعني ايه راعي بسيط كل الناس تستهزأ بيه، راعي تعبان في وسط البرد والضلمه سهران، يظهر ليه ملاك. عارف يعني ايه الله يعني ليه عن ميلاده؟ انا الغلبان يعني مهتم بيا، يعني ميلاده كان ليا، يعني مش ناسيني بيفكر فيا. صدق لان كل العلامات بتقول ده. السماء اتفتحت والملائكه بتسبح، والنجم نور ظلام الكون، والتسبيح كسر كل السكون. ذهب ولبان امور جايين نقدم لملك الملوك، وانت في بيتك مولود قدوس، ولا عايز تصدق ولا عايز تشوف. صدق عشان كل النبوات قالت كده. وقبل ما تصدق النبوات اسأل قلبك هيقولك ويعرفك يعني ايه الميلاد. انا حاسس انه. حاسس بايه؟ ده انت لغايه دلوقتي ما بصيتش عليه. الرعام جم من بعيد عشان يشوفوه والمجوس عبروا بلاد عشان ينظروا ليه، وانت مش عارف تاخد الخطوه الاولى عشان تبص عليه. احنا قلنا ناخدها احنا ونوفر عليه. هو ده الطفل يسوع؟ انت بقى اللي هتخلص الجموع؟ جيت واتولدت في المزود وقلبي العنيد مش حاسس بيك. اتولدت عشاني وعشانك، مش عارف اقدم ايه. مش مهم تقدم ايه، المهم ان اليوم اتولد طفل اسمه يسوع. خلي البهجة تملى قلبك، بايدك شايل مخلص ومحرر عبيد.
أمامه القلب العنيد. فافرحي يا أرض بهذا الخبر وانشريه بين جميع البشر. دقي يا أجراس خبر المسكونة بمولد طفل سيحمل الصليب.